الحديث العاشر للصف الأول الإعدادي: براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الغدر والخيانة. المسلم ما بيغدرش، ما أجيش أقول لك تعالى يا عمر حبيبي وبتاع أروح ماسك سكينة وقاتلك، فأنا أمنتك وما تخش عندي رقتلك، ده ما ينفعش، ده ليس من شيء من الإسلام في شيء. خلاص؟ لا، هذا في جواري جاورنا من جاورت يا أبا عبد الله. عمر ده في جواري، يا أهل شبرا، يا أهل شبرا، يا أهل رود الفرج، إني قد أجرت عمر. خلاص، جاورنا من جاورت يا أبا عبد الله، خلص الموضوع. لو حد اعتدى على عمر يبقى اعتدى على محمد أحمد. فكان ده سياسة عند أو ده نظام عند الإسلام. أنت جيتني في أرضي وداخل بأمان أحميك، لو حموت أنا أحميك. لو جال واحد أمريكي داخل بلدي ومعاه باسبور، مش لا اوعى واحد أمريكي أهو يا ولاد الإدبي يا عم استنى بس اهدى، أمريكا عمل لك إيه مثلا؟ مجرمين في بلدهم والسياسة بتاعتهم زي الزفت وشيطان العالم، كل ده جميل أنا معاك. لكن دخل بلدك وأنت اديته باسبور، قلت له اتفضل حضرتك خش، مش أنت قلت له خش؟ لو قتلته تبقى غدر. أنت مش أمنته، لازم تشترط بالأمان. مفيش الكلام ده خالص، طالما أمنته خلاص. واحد يهودي جاي ودخل بلد، يهودي خد بالك مش صهيوني، واحد يهودي جاي فدخل ويهود الحق واد يهودي اهو تعالى نقتله. قلت له ليه؟ استنى بس اصبر. هو داخل، لو اثبت ان هو داخل تخابر والكلام ده، الدوله تتخذ معاه الاجراء المناسب. ما تقوليش بقى بزور ده مصلحه الدوله فوق كل شيء، يقتلوه لانه كده خاين وغدار وجاي ايه يأذي البلد. لكن لو داخل اي حاجه، لو ليه اهل هنا يزورهم مثلا، خلاص اتفضل اهلا وسهلا، خد واجبك واتكل على الله. ماشي؟ هل لو انا اعتديت عليه بقى، يبقى انا كده خالفت دين الله عز وجل. فاهم يا عم عمر؟ يبقى الحديث بقى عن عمرو بن الحمقي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء. يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان المقتول كافر. يا نهار أبيض، كافر؟ أيوه. مش حضرتك أمنته؟ قلت له اتفضل يا باشا خش يا عم مصر ادخلوها بسلام آمنين، ودخل آمنين، أنت ما أمنتوش بقى، أنت قتلته. فأنت في الحالة دي يبقى كده خدت اسمه وذنبه وخالفت دين الله عز وجل. ماشي يا عم الحاج؟ لكن لو معتدي وداخل واتنكر في تاجر في أي حاجة وبعدين أثبتنا إن هو جاسوس، لا ده الدولة تطير راسه علنا. وحصل يا شيخ، حصل كتير بقى في التاريخ، احنا مش عايزين نوقف عشان الدرس. فده الكلام ده لا، في فرق بين ان انا امنك وانت داخل فعلا مش هتضرني، اهلا على الله اتفضل خد واجبك واتكل على الله. في فرق انك داخل بتشتغل عليا وداخل بشكلك انت أأمنك وداخل بعقد امان، وانا مش اهبل بقى عشان اقول لك اصل ديني بيقول لي عقد امان. ما هو داخل لا غدر واثبتنا انه غدار، الدوله تتخذ معاه الاجراء اللازم، تحكم عليه بالاعدام، تمسكه تعمل له عايزه. فكان لا، لكن انا اروح جاي مثلا في سياح هنا اهو في الاهرامات وغيره هروح انا قايم واقوم عامل عمليه بقى واقتل الناس، يبقى انا كده اذنبت ذنب مفيش بعده. يا نهار ابيض، ده انا خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت المستأمن. فده ما ينفعش يا عم الحاج، الكلام ده ما ينفعش. يبقى تأمين كل واحد داخل بلدك بعقد امان. انت دعيت واحد من امريكا على فرحك وجالك، ما اقدرش اعمل له حاجه، ده كذا امريكي ابن مش عارف ايه واللي راح واللي جه، واد فرنساوي واد الماني واحد مش عارف ايه، ما ده دخل بلدنا بعهد امان وعمر امنه، يبقى احنا نسمع كلام عمر ونامن من امن عمر. فاهم كده؟ طب لو اثبت بقى ان هو مش كويس، تبدا تتخذ معاه الدوله الاجراءات القانونيه المناسبه ليه، تعدمه، تحاكمه، تعمل ايه تعمل. فاهم حاجه يا ابني؟ الدوله بتاعت صاحب الراجل اللي هو فهمت بقى؟ امريكا بقى ولا غيره؟ طب اسمه ايه بقى الحديث؟ راوي الحديث عمرو بن الحمقي من ابن حبيب الخزاعي، هاجر الى المدينه بعد صلح الحديبيه، شاهد موقعة الجمل والصفين والنهروان، وروى حديثين فقط، وفاته سنه 50 هجري. امن رجلا اي اعطاه الامانه على نفسه او ماله او عرضه، خلاص، او كليهما. انا مع القاتل من القاتل بريء، انا من القاتل بريء، أي لا أرضى عمله، لأن المؤمن لا يغدر، المؤمن لا يغدر. اتفضل. واحد أنا بتخانق معاه وبينه ده الحديد ومكسرين بعض ومبهدلين الدنيا، جاني بيتي خلاص انتهت، ما ينفعش أعمل حاجة. لذلك عندنا في العادات بتاعتنا كده،
يعني كان في مشكله بيننا وبين عيل، حاولوا يدوروا ورانا عشان نصطلح ونقعد ونعمل المهم في الاخر عمي بفوجئ انهم دخلوا عليه، احنا جايين نشرب اتفضل يا اهلا وسهلا، بيننا دق الحديد، لكن دخل بيتك بعد ايه؟ بعد امان. ما ينفعش اروح مستخبي له في المطبخ واجيب سكينه واقتله، او اخلي عيال من اولاد اخواتي ولا قرايب الصغنطاطين دول يستنوه في الجنينه يخبطوه، يبقى انا كده غدرت، يبقى انا كده ايه؟ غدرت، لانه دخل بيتك بامان، فانت امنته وهو صدق امانك ودخل، اقتله؟ ما ينفعش اقتله، ما ينفعش اتخانق معاه، ما ينفعش اعمل الكلام ده، خلاص فهمت؟ طيب المعنى العام بقى، هذا الحديث يحذر النبي من الغدر، فيه النبي من الغدر والخيانه. شيخ زي اسمه ايه ده، امريكا لما احنا بنروح عندهم وعايزين نشتغل عندهم هم بيقتلونا لا ما حصلش، الناس بتروح امريكا وبتهيص هناك وبتعمل كل حاجه. لا والله يا شيخ حصل. لا يبقى حاله فرديه واحده، حاله فرديه، لكن السائد لا، ما كله بيزور الدول، بيبقى معاك باسبور وتخش الدوله، اي دوله معاك الجرين كارد ده بتخش باي حته، مفيش مشكله من الكلام ده. يبقى يجب ان يكون المسلم وفيا لكل الناس من حوله. هل الغدر من اخلاق المؤمن؟ لا، المؤمن لا يغدر، تمام، انما هو من صفات المنافق. طيب قال صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذا غدرة فلان، لو حد غدر بحد هذا غدرة فلان أو هذه غدرة فلان يوم القيامة. طيب دليل حرمة الدماء في الإسلام لها شأن عظيم، فقد حرم الله تعالى قتل النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق عمل حاجة تخترق هذا الأمن، قتل وجه عندي، عمل سرق ومش عارف ايه، داخل يخرب البلد، لا في الحاله دي ما ينفعش. قتله. مش اقتله، مش انا كمحمد عبد الله اقتله، انا بسلمه لمؤسسه الدوله، انا مالي، هم اللي يحكموا، انا ما اقتلوش. انا لو في عهد رسول الله هقتله ولا هاخده يا رسول الله هذا فلان الذي فعل كذا، الرسول تاخذ مع الاجراء اللازم. لو في قبيله، رئيس القبيله وبتاع والناس كبار اسياد القبيله، باخد الدواء دي الاسياد القبيله يتصرفوا يعملوا ايه. لكن لو انا قتلت وانت قتلت وده قتل وده قتل، يبقى احنا نقتل بعض كلنا، ما ينفعش طبعا. مثلا يعلمون الاسلام، ممكن زي ما اتخذوا بقى هم اجراءاتهم بقى وما يناسب الشريعه، خلاص يا عم. طيب ولا تقتلوا نفس لا تحد، قال النفس ما قالش ولا تقتلوا المسلمين، قالوا ولا تقتلوا النفس، اي نفس ما لم تغدر بك، ما لم تفعل معك شيء يحتاج عقاب، ما تعاقبوش، ما ينفعش اعمل له حاجه، حتى لو بكرهه، حتى لو بكرهه اديله واجبه. احنا كمسلمين كده، لو جالي بيت اتفضل حضرتك اشرب واجبك مع السلامه. لو في خصام بقى يبقى علني، مش في بيتي ولا في بيتك. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي متخانق مع حد في الشارع وانت عايز تقتله، دخل بيتك خلاص انتهى. مش دخل بيتك، دخل بامان ولا بغدر؟ بامان. يا حاج عمر معلش احنا اسفين، حقكم علينا واحنا جايين وشايلين كفنا على ايدينا ومش عارف ايه، ونشرب شاي معاكم واحنا غلطانين وحقكم علينا، نعمل فيه ايه ده بقى؟ نولع فيه؟ ده حصل معانا بالظبط، الكلام ده حصل معانا في عيلتنا بالظبط. مشكله دخل ناس عند نفس الجمله دي كده، حقكم علينا واحنا غلطانين واحنا مش عارف ايه، ونشرب الشاي معاكم وجايين كفنا على ايدينا، واللي دخل بيتك يحرم عليك دمه، الكلام الحلو ده هو دي من تعاليم الدين. هقول لك لا ده انت جيت لي برجليك، اخرج يا في المطبخ، خش يا في الحمام اقتله يا ايه ده مش كلام، ده ما ينفعش يا عم الحاج. فيلم اكشن. وقد لن يزال المؤمن في فسحه من دين ما لا يصب دما حراما. انا طول ما انا في الدنيا عملت ذنوب وعملت معاصي وعملت ما قتلتش حد ولا تسببت في قتل حد ولا شاركت في دم حد، انا كده في السليم، فسحه، انا كده مصيبه. لو تعلقت باستار الكعبه ازهاق نفس المسلم لو قتلت حد مسلم. طب لو قتلت حد معاهد او داخل بامان، نفس القصه. طب احنا مسلمين ومعانا ناس غير مسلمين في البلد زيه كمواطن، هل يحق واحد جورج جنبي ميخائيل مرقص اقوم اقتله؟ لا طبعا. الله، ما حصلش الكلام ده، ما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه وكان يهود جيرانه، وكان بيرهن درعه عند اليهود، وكان بيعملهم وكان بيتاجر معاهم. انت هتجيب دين بمزاجك؟ سبحان الله. يعني الدوله العثمانيه لما جابت اليهود وقعدتهم، اضطهدوا في البلاد وقعدتهم، في الاخر غدروا اليهود هم اللي غدروا بالدوله العثمانيه وفي كده، تمام.
هما كانوا عايشين هنا في بلدنا وليه في شارع لغايه دلوقتي، وفي يهود حاليا في مصر في حاره اليهود لغايه الان. هل انا يصح ان انا اقوم واروح حاره اليهود واعمل كده؟ لا طبعا. هو قاعد معاك في بلدك عمل لك حاجه؟ هو بدينه، هو حر. لكم دينكم ولي دين، يعني زي يعبد ربنا زي ما هو عايز، وانا اعبد ربنا سبحانه وتعالى بما اتاني الله من فضل ونعمه ونعمه الاسلام. بس لو انا عاوز انصحه بس نصيحه بس. هو سمع ما سمعش برضه جارك لو حصل عنده حريقه يولع، ده علم كفتسه ولاد مش عارف ايه. لا طبعا، لا طبعا. لو واحده مثلا عرض مسلمه، يعني مره حصل مشكله كنت في مكان، فواحد بيكلمني قلت له اقسم بالله لو امراه غير مسلمه، لو مسيحيه او بتاع، احمي عرضها برقبتي. ده ديني بيقول لي كده. ديني بيقول لي لو واحده مسيحيه جنبك، واحده مثلا واحد اعتدى عليها، تقول انا مالي يا عم تغور في داهيه، دي مسيحيه، ده حرق مش عارف ايه، انت بتفهم مش فاهم دينك. لا ده انا هدافع عن عرضها حتى لو هموت. حتى لو ايه؟ لو هموت هدافع عن عرضها. ده ديني بيقول لي كده. لكن يقول لك يا عم احنا مالنا، ده كفاتسه يا عم، ولا عالم يهود ولاد 60 في 70 غرف، ده يعني على ابو شكل. لا طبعا. كان ده ينفع؟ ما حصل حريقه في كنيسه والسيسي راح وكله راح حتى افتراضا في دلوقتي في الشارع بتاعنا ده في كنيسه مثلا، وحصل فيه اعتداء او اي حاجه، او انبوبه غاز ضربت جوه، اروح طفي. يا عم ده يا عم الحاج الكنيسه بتاعتهم يعبدوا ربنا فيها زي ما عايزين، او يتعبدوا الصيام بقى، يتعبدوا زي ما هم عايزين بقى. لكن لا يحق لي ان اعتدي على ممتلكاتهم، ولا اعتدي على ارواحهم، ولا اعتدي على عرضهم، ولا اعتدي على حاجه خالص. هم يعيشوا في بلدي مواطنين زيهم. ديني ودينك اللي هيسيبني عليه ربنا سبحانه وتعالى. خلاص. هو اقتنع بديني، يا اهلا وسهلا يا مرحبا، اتفضل شرفنا. والدين مش واقف عليك. انت دخلت الدين لمصلحه ليك انت مش هتزود الاسلام بواحد. واخد بال حضرتك؟ دخلت ما اقدرش اقول لك لا، ده دين مش بتاعي، مش ملك انا، ده بتاع ربنا، ما اقدرش اقول لك لا. امنت اهلا وسهلا مرحبا بيك واخويا وحبيبي وفوق راسي، وزودت حقك كمان حقوقه، لان الحق انت جاري مسيحي ليك حق واحد، الجيره. اما تبقى مسلم يبقى انت كده زودت حقك 2، بقيت جاري ومسلم. طب لو قريبي زودت حق كمان، يبقى انت جاري ومسلم وقريبي، يبقى ليك 3 حقوق عليا. لكن جاري بس مش مسلم، انت جاري حقك الجيره، احميك ودافع عنك وكل حاجه، واشاركك افراحك واطراحك وكل حاجه. فاهم الحته دي يا استاذ عمر؟ يبقى ده اللي الرسول بيعلمه لنا في الحديث الجميل ده. طب حلو قوي. لا يزال المؤمن، خلاص قلناها. طيب حرمه قتل الذمي، اهل الذمه اللي هم اليهود والنصارى، المسيحيين بتوع بلدنا دول. احنا عندنا في المسيحيين، وعندنا في شارع شبرا مسيحيين اهو في كل حته في مصر هنا. هل يليق لي كمسلم ان انا اذيه؟ لا. يليق بي كمسلم ان انا اتخذ معاه اجراء مش كويس؟ ما ينفعش. خلاص. ليه؟ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم تحريم خليك معايا عشان نفهم بس الكلام ده. تحريم قتل النفس المعصومه لا يقتصر على المسلم، بل يشتمل المسلم ولغير المسلم والذمي، اي الذي له عهد ذمه، والمستأمن والمعاهد. طيب يجب على المسلمين حمايه في نفسه وماله وعرضه ما دام في بلاد المسلمين، يعني انا ادافع عنه. هو لو سرق يا شيخ ينفع اسرقه؟ ينفع ايه؟ اسرقه. ترفع قضيه عليه. تسرقه ايه؟ ترفع قضيه عليه وتاخد حقك. ماشي؟ بسم الله. يعني ما ينفعش اضربه اللي غلط عمل حاجه؟ جيب حقك باسلوب كويس الاول. خلاص؟ عشان ما تحصلش مشاكل وحاجات ايه، بس توصل تاخد حقك يعني. يبقى هنا لا يهلكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني جورج وميخائيل ومرقص وبطرس ومينا وحنا والناس دي جيراننا. اهلا وسهلا. خلاص جيران، طالما عايشين معانا وفي معامله كويسه بيننا ومفيش اي عداء ولا اي حاجه، مفيش مشكله. ولا لم يخرجوكم، ما خرجوش من ديني، ما قالوش خرج من بيتك وسيب اهلك وسيب دينك وهاجر. خلاص انت وبتبرؤوا تقسطوا اليهم. ابقى ابرهم بر الجيره بقى. يعني مثلا عندي يا ممينه صباح الفل، خدي يا حبيبتي طبق العاشوره ده. هي تقول لك احنا يا حبيبتي عاملين النهارده بسبوسه، خدي يا حبيبتي طبق بسبوسه، مفيش مشكله. مفيش مشكله كجيران. ابنها وقع من على اجر اشيل والحقه واعمل. لذلك كنا في مستشفى ناصر هنا، وكان في راجل مسيحي كان ابن خالي رحمه الله عليه، كان في مشكله وعيان، وانا كنت بزوره، ففي واحد مسيحي نايم وتعبان ومحتاج حد يساعده، وكان معاه بنتين، بس معاه بنتين. فقمت انا قالع البدله، كنت لابس بدله، قمت قالع البدله وركنتها كده، وقمت جاي شايل مين؟
شايل الراجل المريض ده، وانا عارف انه مسيحي، عارف كويس جدا. هي استعجبت من بنته قوي، ايه ده انت حضرتك؟ قلت لها ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ المشكلة هو انتوا فاهمين؟ سيبكم الاعلام المجرم ده. لا، ايه المشكله لما اجي اشيله واسنده واحطه على العربيه بتاعت الكرسي بتاع ده؟ ايه المشكله؟ المشكلة هو الاعلام مصدر ان احنا في ايه يا جدعان؟ حطيته، شيلته وحطيته وسندته، اتفضلي، وزقيته معاه لغايه ما ضاع الحمام، وتمام التمام. خلاص، ايه المشكله؟ ده انا مسلم، انا بطبق ديني. فاهم يا عمي؟ انا بطبق دين. واحد انا في المستشفى بزور ابن خالي وده مريض اهو، محتاج اقف معاه، ايه المشكله؟ لو انا في شارع وفي واي حد مسيحي او غير مسلم، اي ديانه، وبيقع اللي بيتعرض لموقف معين وعايزني اساعده، مفيش مشكله في المعامله. خلاص، هو ليه دين وانا ليا دين، خلاص انتهت وخلاص، واقرناه وانتهى الموضوع. نعيش بقى في مواطنه في بلد وطن واحد، نحميه كلنا وندافع عنه كلنا ونعيش كلنا في امان وسلام. لا انا حاجه عليك ولا انت هتيجي عليا. ماشي يا عم؟ طيب، حكم قتل المسالم وقتاله ما ينفعش. المسالم يحرم قتله. يعني المسالم ما بيحاربنيش، واحد يهودي في البلد واسرائيل بتحارب اخواننا في فلسطين، ماشي؟ راحت تبقى انت غبي. ليه؟ ما هو يهودي ما عملش، ملوش دعوه ده يهودي وده صهيوني، فرق بين اليهوديه والصهيونيه. اللي هو ايه ده بقى؟ اليهودي دينه يهود، انا بعبد ربنا بدين اليهوديه، خلاص انت حر، تمام. وعنده في منهجه ان تجميع اليهود في مكان واحد غلط، يعني عكس اسرائيل كمان. لكن اسرائيل اتخذت ذريعه دينيه تلم بها اليهود حواليها بفكره سياسيه عشان تعمل دوله وتسرق منها وطن. هي دي خلاصه اليهود، خلاص اسرائيل دي خلاصتهم. في بعض اليهود يقول لك لا، انا ما اعتمدش على الفكره دي، لان انا هفضل في التيه، حاجه اسمها التيه عندهم في الدين بتاعهم. سيدنا موسى كان ربنا حكى عنهم بالتيه، يفضلوا يلفوا في العالم كده متنطورين كده، خلاص. التجميع بتاعهم يعني نهايتهم، ده عقيده اليهود. لكن الصهيونيه عكسهم، انا عشان اقدر اعمل ذريعه واعمل دوله هجيب اهو لنا يهودي والحقوني يهود حبايبي والدين وطن وبلد الهيكل وسيدنا داوود وبتاع والقدس والكلام الهكس اللي بيقولوه ده، عشان يحتلوا حته من المسلمين وتبقى شوكه في ظهرنا مدى الحياه الى ان يشاء الله اننا تزول. خلاص. فانا اجي بقى اروح ماسك واحد يهودي واروح ذبحه، انهار اسود، ما هو يهودي. ايوه، لا تزر وازره وزر اخرى، ما ينفع. لكن لو انا مثلا في فلسطين، لا مش هقول لك ده واحد مثلا عسكري لابس زي عسكري، اقول لك مثلا ولا ما اعرفش ان كان، ده انت اهبل بقى، ده انت كده اهبل. ده حاجه وده حاجه، ماشي. اللي رافع سلاح على اخويا فلسطين ده انا اقطعه، لكن اللي عايش في بلدي وجيران ما فيش مشكله، جاري اتفضل كوبايه قهوه، اتفضل كوبايه شاي بيبس مع بعض، خلاص. ده شروط سعيد. انت فاهم كلامي ولا مش فاهم؟ انا بكلمك بالراحه وببساطه هو عشان تفهم، خلاص. ويجب معامله بالبر والمعروف والعدل والمعامله الحسنه التي يحبه الاسلام واهله. يبقى انا راجل بنفذ شريعه الاسلام ودين الاسلام، ما ينفعش ان انا اخالف الكلام ده. طب ايه اللي يرسل الحديث؟ تحذير الاسلام من الغدر والخيانه، براءة النبي من القاتل الغادر، حرمة دماء أهل الذمة اللي هم اليهود والنصارى اللي عايشين معانا في البلد، إذا وفدوا أو وفوا بذمته. يعني وفوا يعني التزموا زي الفل معايا، لم يسيئوا الدين ولم يسبوا رسولي ولم يستهزئوا بأي حاجة خاصة بالشريعة الإسلامية. ماشي، أهلا وسهلا. يعني عندنا في البلد مثلا يقول لي يا عم محمد، يا عم احنا برضه بنقرا قرآن يا عم. هو جاز بتقرا قرآن، ما يجراش حاجة. أنا يا ازيك يا عزيز، ازيك يا حبيبي، ازيك يا عماد، ازيك يا عمده حبيبي، اخبارك؟ خلاص. هو بيتودد لك يثبت لك ان انا والله بحبك وانا بقرا القران، ما بقراش القران ولا حاول يعرف حتى يقرا سطرين في القران، بس هو ماشي. يا سيدي ربنا يكرمك، ده انت راجل عظيم، ده انت رائع، خلاص. وجارنا وفي حاجه مفيش مشكله. وحتى يمكن الجامع بتاعنا قعد سنين المبنى بتاعت الميكروفون بتاع الجامع على النخله بتاعتنا في البلد عندنا، وكنا عايشين فيش مشكله خالص، وبيبيعوا منا ونشتري منهم ويبيعوا عادي، مفيش اي مشكله من كده، خلاص يا حبيبي. طيب، الغدر ليس من اخلاق المسلم، انما هو من صفات المنافق. واجب. في البيع والشراء هم بيبيعوا يعني بحلال، هم المسلمين بقى بيحبوا، هم عشان شاطر وذكي وفاهم طبيعه المسلمين، فبيحاول يصدق معاك في البيع والشراء عشان يكسب عدد كبير منك، لان هو اقليه، مش اقليه يعني عدد قليل في البلد، وبالتالي هو لو باع للمسيحيين بس مفيش، لكن احنا ارضيه اغلب في البلد، فبالتالي لازم يظهر معاك انه جميل ولذيذ وبيبيع كويس، وممكن يكون صادق في كلامه، ممكن يكون صادق في بيعه،
وده اسلوب كويس في التجاره. هو ناس بتفهم في التجاره، ده راجل فاهم في تجارته، كل احنا لا احنا بنبيع. هو فاهم في تجارته، فهمت كده؟ فده راجل بيفهم سياسه التجاره بتاعته ماشي صح، وازاي يكسب زبون. ده كده كويس، دي شطاره منه، مهاره منه. خلاص مفيش مشكله كده، خلاص يا عم.